الزمالك هتتفور من اولها لاخرها. انا مش محتاج افكر لان دي كلها قرارات الله يخلعها، قرارات مدروسه ان هي ما احنا كلنا في ثانيه عارفين ان قرارات الزمالك هتفار بالكامل لانها كانت بتسيء الى اسم نادي الزمالك، وهي دي القناه الشرعيه بتاعت نادي الزمالك. نمره 3 لائحه خاصه بالاستضافه، لا هي لائحه خاصه بنادي الزمالك. عيب جدا اكبر قلعه رياضيه في مصر تبقى بتدار بما يسمى اللائحه الاسترشاديه. هيبقى في لائحه خاصه بنادي الزمالك من ضمنها بناخد اراء جميع الاعضاء، احنا الوحاد، وهناخد قرار جمعيه عموميه على لائحه خاصه بنادي الزمالك ترضي اكثر ما يمكن من الاعضاء. انا رديت على حضرتك 3. بصوا يا جماعه بس عشان الوقت، لكن احنا طبعا بنسمع الاراء وبنسمع الاسئله وبنرد، لكن هي النقطه المهمه جدا دائما وابدا ان احنا برافو عليك. برافو عليك. ايه الاضافه؟ يعني قول لي يعني عملنا ايه؟ الو. طيب كويس. فالمهم حقيقي عشان احنا داخلين على مرحله مهمه جدا في تاريخ نادي الزمالك اللي هي يوم 20/10، دي مرحله التحول، يوم الانتقال لشكل نادي الزمالك الجديد. احنا هنفضل نسال في بعض ونجاوب ونسال ونجاوب، وناس هتمشي من هنا تروح تقعد في قاعده ثانيه يسالوا ويجاوبوا وهلم جرى رقم 20/10. المهم في الموضوع لازم وانت داخل المرحله القادمه بتشوف اليات عمل الناس ازاي، اليات عمل المرشحين ازاي. المدام هنا سأل السؤال كان مهم جدا، هتعملوا ايه، مين، امتى، ازاي، عشان اعرف احكم على كل واحد فيكم. انا حقيقه عايز اسهل لكم الموضوع خالص ونتكلم بابسط لغه موجوده. نادي الزمالك ده اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي. نادي الزمالك مش محتاج ان احنا نخاف عليه قوي. نادي الزمالك جامد من نفسه، ولكن بجد نشتغل فيه بضمير، نشتغل فيه باخلاص، نادي الزمالك هيعرف يجيب موارد. انا دايما بقول ان احنا فتره ال6 شهور اللي مسكناها مع الكابتن حسين لبيب في اللجنه المعينه عملنا حاجات كتيره جدا. من ضمن الحاجات دي كنا بندفع عشان برضه الموارد الماليه والكاش فلو اللي بتتكلم حضرتك عليه، من ضمن الفلوس اللي رايحه واللي داخله واللي خارجه، اولا اقفل الحنفيه شويه اللي خارج، وخرج الميه بشكل كويس، وقلل ما هو ممنوع، مش عايز اقول السرقه، لكن قلل السرقه يا سيدي يلا ولا يهمك. لازم تمسك السرقه، لازم تقلل السرقه، تمنعها خالص. احنا لما جينا لقينا بنطبع كرنيهات نادي الزمالك عارفه بكام؟ ب 2 مليون جنيه في السنه. بنطبع 400,000 كارنيه ب 2 مليون جنيه في السنه. عملنا تعاقد مع البريد المصري 3 سنوات، طبعوا لنا ببلاش 6 مليون جنيه، ادونا كمان عليهم 3 مليون 9 مليون جنيه، بوابات على النادي ب 2 مليون 11 مليون جنيه، موبايل ابلكيشن وكيو ار كود وحاجات كتيره جدا كنا بنعملها، سوي لك حاجه مليون كمان، يعني 12 مليون جنيه. كنا بندفع 6 مليون